السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم البنات لسان الطير او لسان العصفور. كيجي مقرمش وكيجي لذيذ، ما اننا مقبلين على رمضان ان شاء الله. هذه هي الفرصه فين ديروا هاد المعسلات. ومع نشوف طريقه التحضير والمقادير. كيجي مقرمش وكيجي لذيذ. المذاق ديال هاد لسان الطير البنات كيجي بحال الشكل ديال الشباكيه، كتحلفي عليها وتقولي الشباكيه كتاكليها. بسم الله على بركه الله. نبداو بنات الطريقه. عندي هنا نص كيلو ديال الفرص يكون مغربل والنوعيه ممتازه. كنزيدو عليه شويه ديال الملحه وجوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه. ومن بعد البنات كناخذوا الجوج كنحمروه غير شويه، كنصهدوه شويه فوق المقله وكنطحنوه تقريبا من هنا جوج معالق كبار. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع. هادشي ومسكه الحره كندقوها مع شويه سكر كلاصي. هادشي كله البنات كنغربلوه وكنصهدوه شويه في المقله وكنطحنوه. وعندي راس معلقه ديال خميره ديال الحلوه اختياريه البنات، وعندي صفر ديال البيضه، وعندي ايضا عاوتاني الزبده، نص كاس ديال الزبده مذوب كندوبوه، ونص كاس ديال الماء. هاد لسان الطير البنات فيه القوام مزيان، وربع كاس ديال الخل. عندت فيه القوام جا بنين. جربوا الطريقه كيجي غزال ولذيذ. وهنا عندنا كاس ديال الماء دايره فيه نص كاس ديال الدمار ديال الزعفران، غير النص. وايضا عاوتاني زايده واحد الشعيره ديال الزعفران الحر. كنشدو كنخلطو كلشي. كنجمع ديك المقادير كامله، وداك الكاس هو اللي كنجمعوا به الطحين ديالنا البنات. البنات العجينه كنطلعوها اصحى، ما كنطلعوهاش مرخوفه بتكون بزاف. هاد اللون ديال الزعفران باش كتجي العجينه واحد اللون فيها زوين، كيجي مذهب. في ملي كنقليو لسان الطير ديالنا ولا لسان العصفور يكون في واحد اللوين فيه زوين. صافي كنبدا نجمعوا العجينه ديالنا وكنخدموها مزيان بيدينا، كندلكوها. وضروري ابيصه ديال الملحه في الاول كنديروها بنات في العجينه. ما تنساوش البنات اللي عجبكم الفيديو دير لنا اللايك. نبقاو كنستمرين حنا كندلكو في العجينه ديالنا حتى كنجمعوا داك شويه ديال الطحين اللي كيبقى في القصريه. كما كتشوفوا البنات حنا جمعنا العجينه ديالنا ودلكناها مزيان. وكنديروها في غطاء بلاستيكي، كنخليوها ترتاح تقريبا شي 10 دقائق. وانتم البنات اللي بغيتو تضاعفوا المقادير بغيتو كميه كبيره ديروا كيلو ضعفوا المقادير. حنا كناخذوا النشا البنات وشويه ديال الزيت، وكنشدوها وكنقطعوها كويرات صغار على حسب الحجم ديال المقله ديالكم البنات، حيت مازال غنديروهم في المقله. الا كان عندكم مقله كبيره ديروا كويرات كبار، ولا كان عندكم مقلات صغيره ديروا كويرات صغار. انا غنديرهم صغار هنايا. كنشكلوهم كويرات بهذا الشكل. نبقاو كنستمر حتى كنكملوا، وكنديروا في الطبيص اللي غنحطوا فيه الكويرات ديالنا.
كنغطوهم بغطاء بلاستيك البنات باش ما يبش ليكم، باش ما يبردوش. صافي كناخذوا النشا، كناخذوا المدلك، وكناخذوا واحد الزليفه فيها شويه ديال الزيت، وكنبدا نطلقوا العجينه ديالنا على سطح العمل على هذا الشكل، يكونوا دوائر. من بعد البنات مسالات الكره الاولى غندوزو الكره الثانيه حتى هي غنطلقوها بين العجينه والعجينه، كنديروا شويه ديال الزيت والنشا. هاد الطريقه البنات جد سهله، ملي كنديروها في المقله وكتصهد لينا كتولي كتحل لينا الورقه ديالنا، وايضا ما كتاخذش الوقت بزاف. دغيا كنساليو ملي كنخبزوا العجينه ديالنا، دغيا كنسالي كندهنوا بشويه زيت غير شويه ماشي بزاف. وكنديروا عليها النشا هي مايزينا كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه الصحيحه البنات وسهله في ملي كتكونوا كتخبزوا في المقله. حتى كنكملوا الكرات ديالنا كاملين عاد كنديروا المقله تسخن لينا. من بعد ملي كنساليو البنات عاوتاني كنطلقوها مزيان حتى كتولي بحال الورقه زي ما كتشوفوا، راه كتحل لكم بسهوله. صافي كنديروا المقله كتسخن مزيان حتى كتسخن، صافي كنصهدوهم. ما كنديروا لا زيت ما كندهنوا بالزبده لا والو، كندير غير المقله كتسخن صافي. صافي البنات من بعد ملي كنصهدوا هاك العجينه ديالنا كنحلوها، كنديروها فواحد الزفيف ونخليوها تبرد على خاطرها، ماشي كنطيبوه غير كنصهدوه على هذا الشكل. زي نتوما كتشوفوا البنات ملي كنديروا وحده فوق وحده فوق وحده كتجيكم الطريقه سهله ودغيا كتسالي. سخون كتحل بسهوله، كتولي بحال ورقه. حنا كملنا البنات كنديروه في الزويف ونخليوه كنغطيوه ونخليوه حتى كيبرد ومنه يعرق. شي 10 دقائق بحال هكا ونرجع معكم على ما نديرو الطحين. نديرو هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال الطحين مع شويه ديال الماء، ملي غنلصقو الورقه ديالنا كنديرو وحده، كنديرو تقريبا 2 وكنليو على الشكل. صافي كنديرو الطحين باش كنلصق لينا ديك الورقه باش ما كتحش ليكم ملي كنكون كتقليو. بحال هذا الشكل وكنلويو صافي وكنحطو حتى كنكملوا الورقه ديالنا على هاد الطريقه هذه البنات. كنديروا الحجم ديال الورقات على حسب القياس، تكون وحده بحال وحده، ما تكونش وحده كبيره وحده صغيره، لا نفس القياس. صافي كندوروها بحال هكا على هذا الشكل وكندهنوها بالعجينه باش ما كتحش ليكم. من بعد ما سالينا التلوه ديال العجينه كناخذوا مقص ولا سكين ماضي وكنقطعوه على شكل مثلث بحال الشكل هذا، حتى كنقطعو كامل، كنكملو التقطاع كامل وكناخذو كنحيدو ديك الرويثي كيكون قاصح في الجناب كما كتشوفوا كيجي مشبك من الداخل ومثلث. حنا كملنا دابا التقطاع، غناخذوا المقله فيها الزيت
كنجهدوا عليها البوطه شويه حتى كتسخن لينا الزيت مزيان، ومن بعد البنات كنقصوا عليها البوطه باش يطيب على خاطر ويتحمر لينا حتى من الداخل. من بعد ملي كيطيب لينا هذاك المعسلات ديالنا كنطفيوهم في العسل، اما العسل يكون ديال الدار ولا العسل اللي كتشريوه نتوما اللي شنو كتفضلوا. انا سميتو عندي العسل، راه فايته مصايبه معكم العسل، ولكن فيديو قديم في المنتدى اللي بغى يشوف الطريقه ديال العسل يدخل عندي واحد الفيديو فيه البريوات ديال اللوز ومصايبه العسل ديال الدار. اللي بغى الطريقه ديال العسل كما كتشوفوا البنات هما تحمروا لينا مزيان، كياخذوا واحد اللون الذهبي. صافي كنصفيوه من الزيت وكنطفيوه في العسل. وملي كنبغيو نحيدوه من العسل حتى كنديروا اليه الثانيه، كنستمر حتى كنكملوا. كما كتشوفوا البنات خليناهم مطفيين في العسل على ما ندوزو على ما نكملوا الاليه الثانيه، وعاد نحيدوهم نصفيوهم من العسل. كنخليوهم هنايا حتى كيشربوا ديك العسيله، وتسالينا الاليه الثانيه. من بعد كنصفيوهم كنديروهم في الشبكه ولا في الكسكاس كتستأطروا من ديك العسل. انا هنا البنات درتهم في الكسكاس على ما يستأطروا من العسل. ومن بعد البنات كناخذوا الجنجلان كنزينوه به لسان العصفور ديالنا. داك الجنجلان خصو يكون محمر ومنقي، كيجي المنظر ديالهم زوين ومشمكين من الداخل ومقرمشين. وصراحه المضاء ديالهم ما نعاودش ليكم، المضاء تقولي لي شباكيه، المضاء ديال الشباكيه حيت فيهم الالوان فيهم الزهر فيهم النافع الجنجلان مقومين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا على المتابعه وشهيه طيبه.